هلا وهلا وبنات، تعالوا نسوي باسطرمة عراقية. بالبداية جبت لحم بقر نص كيلو ثرمته اني وضفت عليه ربع كيلو ليا واربع فصوص ثوم، والمنبار مغسول ونظيف عندي. بهارات باسطرمة جايبتها من العراق. الثوم برشته وضفت الملح، واضيف ملعقة طعام تقريبا بهارات. اعجنها بدية حتى يتجانس البهارات واللية والثوم باللحم بطريقة متساوية. عندي هذا احنا العراقيين نسميه محقان، بقية الدول ما اعرف شي يصوحوا له. وادخل الحشوة من منبار. طبعا هذا المحقان عندي الثقب ماله صغير، ما انصحكم تجربون اذا نفس هذا. اذا ثقب اكبر يكون عليكم الطريقة كل سهلة للتحشاء. تخليت عنه وحشيته بايدي افضل لي. هاي النتيجة. اجيب الابرة واثقبها بكل الاتجاهات حتى الهواء يدخل باللحم ويستوي أسرع. وراح أعلقه بالمطبخ مدة 3 أيام إلى 4 أيام. وهذا الشكل والنتيجة النهائية، وعلينا وعليكم بألف عافية، والريحة تجنن.